غير مركزهم او في عدله غير عدلتهم، اللي هو وينج يمين ووينج شمال، لان كريستو خصوصا ان هو يلعب برجله الشمال فعدلته دايما لازم يلعب وينج رايت، يكون يخش لجوه وبيشوط الكرة، بتكون الكرة ساعتها سلسه معاه وبيكون خطورته اقوى. ونفس الكلام لاحمد عبد القادر. طب ليه مارسيل كولر بيلعب الاثنين دول في مراكز غير عدلتهم؟ لان احمد عبد القادر على الراجل الخصوص وكريستو الاثنين لعيبه حريفه قوي، لعيبه بتحب الكره تبقى في تحت رجليها اكتر، فكل ما هو يكون لاعب بيلعب في عدلته فبيحب يحتفظ بالكره زياده عن اللزوم، وبرده مش حابب يخسر الاثنين لعيبه، وحابب يستفاد منهم من الناحيه الجماعيه اكتر ما يمكن، فبدا يلعبهم في مناطق تخليهم يقتصروا شويه من الناحيه الفرديه، رغم ان تواجدهم بيأثر في حوار الاوفرلاب بالنسبه للاظهره. طبعا مسمى الاوفرلاب طبعا احنا بنقوله على طول ومش عارفينه ومش فاهمينه، فدلوقتي صوره توضح لنا اوفرلاب ان اللاعب الجناح بيلعب، لاعب الظهير بيجي من وراه وبيلف من جنب الخط، لكن لو كان لاعب اتحرك عكس الخط ده اسمه اندرلاب. امام عاشور في كل فيديو في كل ماتش هيتكلم عليه، لاعب غير من